السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتونا من الفيديو اللي فات. بص يا بنات، الباتيه وجمال الباتيه. عاملين باتيه بالجبنه وبالشوكولاته كده للمدارس، حاجه كده فاخر من الاخر، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، تحفه. طراوه ايه وهشاشه ايه ونعومه ايه وحلاوه ايه، زي ما انتم شايفين، حاجه كده يعني فاخر من الاخر ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. بصوا، حاجه كده تحفه تحفه تحفه. بنص كيلو دقيق عملنا الكميه اللي انت تشوفوها دي كلها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يعني حاجه كده يعني فاخر من الاخر. بصوا يا بنات، الشوكولاته لعشاق الشوكولاته. بصوا، الاولاد بيحبوا الشوكولاته، بيموتوا فيها. بسم الله ما شاء الله. اللهم ارزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين. بصوا يا بنات، الباتيه جميل جدا 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 ما شاء الله. بصوا شايفين اهو، زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. بصوا الجبنه محشيه ازاي، دي جبنه ايه؟ جبنه براميلي. لو حشتها جبنه بيضه برضه بتبقى تحفه، بس احنا بنحب الجبنه البراميلي لانها بتبقى ايه، حادقه شويه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا يا بنات الهشاشه، بصوا بصوا الهشاشه والطراوه. بصوا شوف السوا بتاعها عامل ازاي، بسكويت يا بنات، بسكويت مش باتيه، ده بسكويت. شايفين حاجه كده يعني زي العسل، قطني هاش طري، حاجه كده تحفه ما شاء الله ما شاء الله، زي ما انتوا كنتوا ايه شايفين. بصوا يا بنات، بصوا بصوا الهشاشه، تحفه 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 ما شاء الله. بصوا شايفين عسل. بصوا، مهما اوصف لكم في جماله مش قادره اوصف لكم الجمال، حلو قوي. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وهنقول المقادير بتاعتنا. انا حطيت كوبايه من اللبن زي ما انتوا كده شايفين، كوبايه لبن دافي، حطينا عليها نص معلقه من الخميره زي ما انتوا كده ايه بتشوفوا. وبعد كده نحط معلقتين من السكر، هنحط ايه، معلقتين من السكر، لان ده نص كيلو دقيق. هنقلبهم كده، هنفضل نقلب كده لحد الخميره والسكر ما يدوبوا ويربوا في قطيع كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بس لو وصلنا لحد هنا يا بنات، لو مش مشتركه عندي في القناه، يا ريت تشتركي وتنورينا وتكترينا، ولو مشتركه تدوسي لايك عشان بتفرق كتير. اللايك كده بتخلي الفيديو ايه، اكبر عدد يشوفه من الناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ويخلي اليوتيوب يقترحه. انا معايا كدام من الدقيق، ده نص كيلو من الدقيق يا بنات، ده نص كيلو. شوف عمل كميه قد ايه، زي ما انتم شايفين. انتوا الكميه دي ممكن تعملوها وتفرزوا منها في الفريزر، تعملي على كد الطفل ما ياخد، وتاخدي بالكيس وتديله الصبح. انا ايه، كنت هحط البيكنج باودر في الكوبايه من عصره الليمونه، وبعد كده حطها على الدقيق وحط عليها طب روحي بعيد عصره الليمونه. عطتنا بص الفوران ازاي يا بنات، زي ما انتوا كده شايفين، محسن خبز طبيعي، محسن خبز طبيعي. انا ما عنديش خل، كنت حطيت عليها نص معلقه من الخل، كان يبقى نص معلقه من الليمون، نص معلقه من الخل، كان اللهم بارك. يعني الخل ده بيخلي العجينه بتبقى بيضه وهشه وايه، والليمون زي ما انتوا شايفين. شوف زي ما انتوا شفتوا اول الفيديو العجينه عامله والله ازاي. ناوي اللهم بارك. ما هو حرام اللي بيعمل على طول، الباتيه بس طري هاش قطني كده، بسم الله ما شاء الله. بعد كده يا بنات هزود الميه حبه حبه بالراحه كده خالص، ميه دافيه وهعجن كده. شايفين العجينه طريه، اللهم بارك. بس انا هنزل بايه، بمعلقتين من الزيت. هنزل بايه، بمعلقتين من الزيت النباتي العادي خالص، هنزل بيهم واحده واحده كده. يعني هنزل بمعلقه، بعد كده ارجع انزل بالمعلقه التانية زي ما انتوا شايفين. بصوا يا بنات، بسم الله ما شاء الله، تحفه. العجينه كده طريه سلسه، تلاقيها كده مش معقده يعني، بتاخد بتدي فيها كده زي ما انتوا شايفين. بصوا اهي. بعد كده هجي ملحسه ايدي من الزيت واحطها على الوش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنغطيها كده بكيس تلاجة او بالبنية كده، وهنسيبها لحد ما تختمر. بس انا يعني كنت بعمل حاجة فاختمرت جامد جدا. انت اول ما تملى البولة كده قطعيها على طول. بصوا يا بنات، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين. بصوا بصوا، كل اللي لازق ده في الكيس هينزل.
اللهم بارك بالسؤال. الله اكبر عليها يعني بصراحه ربنا العجينه تحفه تحفه تحفه. اللهم بارك. بقيت اوصف لك فيها مش هديها حقها، لان العجينه يعني جميله ما شاء الله، طريه كده حلوه. كل ما العجينه بتبقى طريه معاكي في المخبوزات بالذات بتديكي هشاشه وتديكي طراوه وتديكي نتيجه احلى احلى واحلى. عك ايدك زيت او سمنه وقطعي، عك ايدك زيت او سمنه واعملي اللي انت هتعمليه في العجينه، ما تلزقش في ايدك خالص زي ما انتم كده شايفين. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اهو شايفين، عك ايدك عكه من الزيت كده واعملي، ايدك مش هتلزق خالص نهائي. هقطعها كده على 3 كرات كده وهنفردهم مع بعضينا كده، عشان هي بتبقى الكرة كده صغيرة يعني، مش هعملها كرة كبيرة يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص يا بنات بعد كده هاتن الصينية دهنة من الزيت واحط عليها الكرات دي، وبعد كده هفرد في واحدة. سهلة 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 ان شاء الله بإذن الله. بصوا يا بنات حاجة كده يعني سهلة جدا. اهو شايفين ما شاء الله. احطها كده واغطيها بكيس من اكياس التلاجة عشان ما تربيش قشرة. بعد كده هنفرد واحدة واحدة زي ما انتم شايفين. هنحط نقطتين زيت على المفرش ده كده وهنفرد مع بعضينا. اللهم بارك. بصي العجينة سلسة حلوة طرية ما بتلزقش، تحفة ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. بص يا بنات هنفرد كده بالمردانة الونية، مش محتاجة مردانة، بتتفرد بإيدنا على طول. بص يا بنات هنفردها كده زي ما انتم كده شايفين. اهو بصوا فردها سهل جدا جدا زي ما انتم كده شايفين. بعد كده هنحشي شوكولاته، تحشي جبنه، تحشي فراخ، تحشي لحمه، الحشوه اللي انت بتحبيها حطيها. انا اولادي بيحبوا الجبنه وبيحبوا الشوكولاته، فعملت لهم بجبنه وشوكولاته. المره الجايه ان شاء الله باذن الله نبقى نعملها، نفرم فراخ مع بعض، صدر فرخه كده ونعصجه ونعمل مع بعضينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو بص يا بنات بلفها كده زي الرول كده اهي، لفه بسيطه كده، لان الباتيه ده عاملينه صغنن كده مش كبير، يعتبر ماني باتيه، حاجه كده صغننه خالص. بسم الله ما شاء الله كده. بعد ما فردنا العجينه طوينا كده نصها، وهنعمله النص التاني طبعا هنقطعه كده بسكينه زي ما انتم شايفين اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بقطع واحده واحده لاني خايفه على المفرش اللي تحت السكينه تقطعه، فبقطع واحده واحده بصراحه كده، ما وريناش حاجه، بنعمل على مهلنا واحنا قاعدين اهو. بصوا يا بنات اهو واحده واحده اهو، عشان بس المفرش اللي من تحت ده ما يتقطعش من السكينه وانا مستعجله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنقفل كده الرول، وبعد ما نقفله لازم نخلي القفله دي من تحت عشان ما تفكش مننا يا بنات، عشان ايه ما تفكش مننا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ايه رايك؟ لو عجبك الفيديو دوسوا لايك واشتراك في القناه، تنورينا وتكترينا كده. اللهم بارك. بصوا شايفين هنقطع كده، هنعمله ميني باتيه كده يعني، حاجه صغنونه كده حلوه للاولاد، فنحط لهم في اللانش بوكس. اللهم بارك. بصوا كده دهنة الصينية دهنة بسيطة كده من الزيت، وهترص فيها كده، تخلي اللي احنا لافينه الرول اللفة تخليه من تحت في قاع الصينية عشان ما يفكش منك، ما تخلوش لا في الجنب ولا من فوق، لا تخليها من تحت في قاع الصينية زي ما انت كده شايف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عملنا واحدة شوكولاتة، هنعمل التانية دي كده ايه جبنة اهو، عشان ايه في اللي بيحب ياكلها بكوبايه الشاي فبتبقى حلوه خالص، في اللي بيحب يشربها بكوبايه اللبن، في اللي بياكل فيه كده، لانها جميله جميله جدا 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 ما شاء الله، سواء كانت بالشوكولاته او بالجبنه بتتاكل كده يا بنات، بتبقى تحفه طريه وحلوه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا بنات بنقفل الرول كده اهو زي ما انتوا كده ايه شايفين اهو كده. ايوه ده لازم نقفل كويس خالص، الحاجيه كده نقفلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. بصوا يا بنات اهو بعد كده هقطع كده بالسكينه اهو.
يعني اللي ايده ماشيه كده هو انا مش قادره اسرع ايدي بيعملوا ما بياخدوش ايه، ما بياخدوش 10 دقايق في ايدك، فرد ولف على طول، فرد ولف على طول، على طول على طول كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اه زي ما انتوا كده شايفين، شايفين اللهم بارك. بصوا تحفه تحفه التحفه. دي برضه نحشيها شوكولاته عشان اللي ما بيحبش الشوكولاته ياكل جبنه، واللي ما بيحبش الجبنه ياكل شوكولاته، وفي اللي بيحب الاتنين ياكل شوكولاته وياكل جبنه. بالهنا والشفا يا رب كل اللي ياكل يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حطينا كده كم مكعب من الشوكولاته كده، وهنلف كده الرول كده لفه وسط، يعني مش هندوس قوي يعني ومش هنهوي قوي كده، بس كده بس كده بس يا مصطفى بس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واصحابه وسلم. بعجلة البيتزا كده وهنقطع كده. بسم الله. مبرضاش ادوس يا بنات عشان المفرش ما يتقطعش. بصوا بعجلة البيتزا اتقطعت بمنتهى السهولة كده اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله ما شاء الله. بصوا العجينة كده طرية حلوة. بصوا يا بنات المخبوزات دي عايزاها تبقى طريه وهشه، خلي العجينه بتاعتها طريه بس ما بتلزقش في ايدك عشان ما تتعبكيش وانت بتعمليها، بس خليها طريه ما تخليهاش ناشفه قوي، لان العجينه وهي طريه الفرن بتبقى سخنه تستوي تبقى محكي زي ما انت شفت كده طريه هشه قطنيه حلوه. اما تبقى العجينه ناشفه وتحطها في الفرن تستوي فايه الفرن بتمصها، بالذات لما تبقى الفرن مش سخنه فالفرن بتمصها بتخليها كده ناشفه مش حلوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا اعمل لك واحده. ها بصوا يا بنات الجبنه اهي تقعي ليه بس مش عاجبك الحال ولا ايه؟ الله اكبر الله اعظم. زي ما انتم شايفينها بصوا همبرجر بس ما صورتوش عملت كده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لف يا بنت يا ام مصطفى كده على طول كده، يلا شهلي يلا شهلي لفي لفي يلا لف الرول كده حاجه كده تحفه 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 تحفه. والله العظيم انا النهارده عملت مرتين باتيه عشان عجب الاولاد وقالوا قال لازم تعملي تاني، فعملت دول قلت والله لا اصور. بعد كده يا بنات هنقطع كده بالسكينه زي ما انتم كده ايه شايفين اهو، وهرص كده في الصينيه اهو. بصوا يا بنات اهو بنقفل عليها. بصوا لو في حاجه مفتوحه ولا حاجه في الرول لازم نتاكد ونقفل عليها، مش نرص كده على طول وخلاص، لا نقفل عليها عشان ايه ما تفكش مننا او الحشوه تطلع. بصوا يا بنات اهو شايفين، يعني ما تكتريش الحشوه لان الحشوه بتطلع كده في الصينيه بتسيح وبتطلع في الصينيه، فحط كده حشوه بالمعقول يعني لا كتير قوي ولا قليل قوي، ولازم تغطيها كيس من الاكياس دي عشان ما تربيش قشره، عشان الوش ما يربيش قشره، تبقى طريه كده وحلوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا جبت بيضه كده، بيضه كامله ضربتها كده حطيت عليها نقطتين من الخل كده اللهم بارك يعني كده، كان في نقطتين خل كده حطيتهم عليهم وايه وهدهن الوش كده وانزل بالسمسم. ممكن تنزل بالسمسم بحبه البركه اللي انت عايزاه، انا حبيت السمسم بصراحه اهو كده بنزل كده بقتين كده وانزل كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طلع زي ما انتم شايفين بالجمال ده كده اللهم بارك. بصوا يا بنات نص كيلو عمل معنا كميه، وفي 3 وحدات تاني انا حطاهم في طبق تاني لوحدهم بس ما جبتهمش نسيت اجيبهم في التصوير والله. نص كيلو يعني عمل معانا كميه زي ما انتم كده شايفين اللهم بارك. حاجه حلوه خالص خالص خالص. ده رغيف الفينو الحلو والكويس ب2 جنيه، والتاني يعني حاجه لا تذكر بالجنيه، يعني كد البيت لو فردت البتايه دي تبقى اكبر منه.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عجبك الفيديو وعجبك الباتيه اللي احنا عاملينه ده كده وشكله وجماله كده، دوسي لايك واكتبي كومنت واشتركي في القناه، تنورينا وتكترينا، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. الله اكبر الله اعظم. طلع كده بالجمال ده كده يا بنات زي ما انتوا كده شايفين، ما شاء الله ما شاء الله كده، يعني حاجه كده زي العسل، تستاهل بقكم جميل. بصوا يا بنات حاجه حلوه خالص خالص، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، زي ما انتوا كده شايفين اهو، تحفه تحفه التحفه اهو. بصوا يا بنات طري وهش زي العسل اهو، زي ما انتوا كده شايفين يا بنات. ربنا يكبر خواطركم يا رب زي ما جابوا من خاطرنا كده. وعدوسوا لايك واشتراك في القناه، وبشكر كل اللي اشترك عندي في القناه ودخل عندي جديد. ربنا يبارك فيكم يا رب.